اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. حصريا لاول مره مع قناه الحاجه للمأكولات المنزليه تعمل معاكم البساريه في صينيه ومشويه عند الحاجه للمأكولات المنزليه. ماشي يا حبايب قلبي انت وهي، يلا بينا بقى تعالوا نشوف هنعمل صينيه البساريه ازاي. اهو ده اول حاجه يا حبايب قلبي، كيلو البساريه الجميل العسل دي ب 35 جنيه. ماشي دي ب 35. تاني حاجه مدينا سمكه كده، والله عمري في حياتي ما اكلتها يعني الحمد لله، فهياكلوها ليا اهو. دي باين يا ولاد بابا بشوفها كده بحشوها، ما علينا يعني. البساريه بتاعتنا غسلناها وظبطناها وروقناها كده وايه، وقمنا معاها بالواجب. ماشي يا حبيب قلبي، ورصيناها في الصينيه بتاعتنا. طيب اللي انت حاطه ده ايه يا حاجه؟ عباره عن ايه؟ عن كمون، عن كزبره، عن توم، عن فلفل اخضر، عن فلفل احمر، عن طماطم. التملحه بتاعت الايه صينيه البساريه او الدقه بتاعت صينيه البساريه. والملح يا ولاد نسيت اقول لكم الملح. ماشي يا حبايب قلبي، اللي وصل بقى لعند ايه وانا بقلب كده يحط اللايك والاشتراك لصينيه البساريه حصريا لاول مره. ماشي يا حبايب قلبي انت ويا. طيب استنى، ودي نسينا نعرفكم علشان ما تزعلش، دي برده القبله بساريه اهي اختها يعني، بس هنشويها بقى. ماشي هنشويها برده، دي كيلو ودي كيلو، دي الكيلو ب 35 ودي الكيلو ب 35، خلي بالكم. ماشي يا حبايب قلبي، عيالي بقى بيحبوا البساريه دي مشويه، فقلت ماشي هنعمل، احنا جايبين 2 كيلو، نعمل كيلو صينيه وكيلو مشوي. ماشي يا حبايب قلبي انت وهي. تعالى بقى يا ليمون كده، ليمون يا ليمون، ماشي الليمون في جنب، ونحط بقى الايه، استنى يا واد يا محمد، محمد اللي بيصورني يا ولاد. اهو شوفوا بقى كده الخلطه بتاعتنا، العسل القوزة اللوزات دي كده، حطي ما تبخليش على البساري، ده الكيلو ب 35 جنيه، اوعي تبخلي على البساري. وغرقي بقى وروقي كده في البساريه بتاعتك. هتقولي يا حاجه الخلطه اللي انت حطاها كتير، لا ده هتشرب منها بقى وايه، وهتبقى قوزة القوزات اللي في الدنيا. يا قوزه ولوزه انت ويا حبايب قلبي. شفتوا كده اهو، والسمكه الغاليه دي اوعوا تنسوها تشربوها حبه كده اهو. صينيه البساريه دي بقى يا سلام. استني يا ولاد، ده في ايه دي؟ ليه ده حاطين لنا بتاع جمبريه صغيره، اسمها ايه دي؟ اسمها ايه يا ولاد؟ لا بساريه ايه يا ولاد؟ سردين. بوريه صغيره كده يا ولاد اهو. شفتوا بقى البساريه بتاعتنا كلها شربت من الخلطه اللي احنا حاطينها. ماشي يا حبايب قلبي، والرز بتاعنا متولع عليه ريحته مفحفحه اهو. انا عاوزه اطلعك انت في الاوائل كده، انت غاليه وبنت ناس غاليه، يبقى تطلعي فوق. انت هنسويكي بالبساريه ما ينفعش، ده انت زمان منك الكيلو بألوفيه. ماشي يا حبايب قلبي. طيب نعصر بقى الليمون بتاعنا كده، 4 ليمونات اهو، 4 ليمونات، مش مستخسره في البساريه حاجه اهو. نعصري بقى الليمون بتاعك كده وروقيه كده اهو، اوعي تسيبي حته فيه. ماشي يا حبايب قلبي اهو. الليمون بقى انتوا عارفين، ليمون وكمون ودي مع السمك، اديله ليمون وكمون تعرفي تاكليه، تبقى ست بيت شاطره كده وعسل وقوزه اهو. دعتولي يا اولاد ولا ما دعتوليش؟ احنا في ايام مفترجه يا حبايب قلبي، ربنا يشفي كل مريض، اللهم امين يا رب اهو. شفتوا بقى الحلاوه، شفتوا الجمال، حصريا. وهنقوم بقى كده نولع الفرن. يا سلام يا سلام يا عبد السلام، ونشوي نحط بقى حبه زيت اهو. شايفين الزيت بتاعنا اهو. حط بقى شويه زيت كده على الصينيه دي. يا سلام يا ولاد لو الصينيه دي داخله فرن بالقش، اللي هو الفرن الفلاحي يعني، كنت تشموا بقى ايه حاجه تانية اهو. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، صينيه البساريه بتاعتنا بتتكلم عن نفسها وهي نايه. وانت اطلع كده بعد اذنك، ايوه خليك فوق كده اهو. ماشي يا حبايب قلبي اهو. صينيه البساريه بتتكلم عن الحدث اللي هي فيه كده. اول حاجه خلصنا منها صينيه البساريه دي، نخش بقى على ديت برده زي ما بقول لكم مغسوله ونضيفه ومية مية. هنشويها بالرد. ماشي يا حبايب قلبي، هنحطها في الرده كده ونشويها، وعاملين لها برده تملحه زي ديت كده، عباره عن حاجات كده برده ليمون وتوم وحاجات من دي، وهنشويها مع بعض ونملحها ونشوف في الاخر الشكل النهائي بتاع الحاج. ماشي متنسوش اللايك والاشتراك. يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده صينيه البساريه بتاعتنا الجميله العسل القوزه ديت اهو، ولعنا عليها مع بعض كده ومقربه تغلي اهو. استنى مش لكم كده تشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحه الكزبره الناشفه يا سلام يا سلام، عامله فيها شغل اهو يا ولاد. شوفوا
ما شاء الله ريحتها جميله وريحتها تحفه، ولسه ايه فالدمعه بتاعتها بتشرب منها اهي، لسه ما استوتش. ماشي يا حبايب قلبي، وراهم كده اشرب الحاجات بتاعت اللي هنشويها. دي البسله اللي هتشوي اهي، ودي التمليحه، ودي الرده بتاعتنا يا حبايب قلبي. ماشي، لما نقرب برده نشوي الرده البسله اللي في الرده وكده هوريكم برده. ماشي اهو يا حبايب قلبي، شفتوا بقى وشها كده احمر وعادل جميله وزي العسل ازاي اهو، نشفت من تحت وبقت 100 100 اهو. الفرن بتاعنا اتقدح وبقى زي العسل. هنشوي بقى البساريه الثانيه مع بعض برده واوريها لكم خطوه خطوه اهو. جربوا الطريقه بتاعت البساريه دي جميله والله العظيم، جميله جدا كده وزي العسل ازاي، ولونها احمر ما شاء الله. نشفت من تحت خالص ازاي، ما عادش فيها نقطه دمع اهو. حبايب قلبي دي اللي في الرده اهو. تحطوا عليه بقى الرده كده وتنطوروه كده علشان ايه ما يلزقش في بعضه كده، عشان ما يطلعش معاكم مهري ولا اي حاجه خالص مكسره اهو. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، فرفروه في الرده كده فرفره كده اهو، زي ما انا بعمل في الطبق كده. وقوموا ايه نطرونه كده، وما تحركوش البساريه عن بعضها الا لما اللهم صل على النبي ايه تحسوا ان هي خدت لون احمر من تحت اهو، عشان ما تتكسرش وتبقى معاكم مكسره ومش حلو. زي ما انتم شايفين كده. الفرن بقى حامي مكان الصينيه بتاعت البساريه، وهيطلعها ما شاء الله في ثانيه يعني اهو. زي ما انتم شايفين كده. البساريه ديت اكلها مزاج، خلي بالكم يعني، مش الناس تقول مثلا صغيره ولا رخيصه ولا كده، لا اكلها مزاج والله. البساريه دي احنا عن نفسنا بنحبها جدا، وبتجي موسم يعني وبتروح، مش طول السنه زي البلط والبوري والكلام من دي، لها موسم. نعلي شويه من فوق عشان تحمر وتبقى حلوه. شفتوا ما تقلبوش فيها خالص الا لما تحمر ما شاء الله كده، تلاقوا معاكي ولا واحده مكسوره ولا اي حاجه خالص. يعني شوف الشويه دول لسه طرايل هنا قدام دول ما جيتش ناحيتهم، لما يحمروا اقوم قلبيه اهو. شوفوا تشدوها بالراحه كده عشان ما تتهرش معاكم برده ولا تتكسر اهو. هي ما بتحمرش قوي يعني، هي بتاخد اللون الصفري بس علشان تبقى حلوه وجميله كده اهو. مش راضيه اقفل الكاميرا لما اوريكم ان هي ما بتتكسرش ولا اي حاجه، عشان في ناس بتخاف تشويها جدا، تخاف تشوي البساريه دي، يقولوا لا احنا نشويها تتكسر مننا ولا تتهرى. لا ما تخافوش، جمدوا قلبكم في كل حاجه اه. شفتوا يا حبيب قلبي ما فيش ولا واحده مكسوره ازاي، وخدت اللون الصفري من جوه اهو. تبداي بقى تقومي بالحديده كده بالعرض وتشدي كده بالراحه كده اهو. لازم انت تجمدي قلبك في كل حاجه انت عاوزه تعمليها، مش الناس تبقى نفسها في الحاجه وتخاف. اهو يا حبايب قلبي الشكل النهائي بتاع الغدا بتاعنا، الرز ابو بصل الجميل ده والبساريه بتاعتنا اهيت المشويه اهو ما شاء الله اهي زي ما انتم شايفين. وصينيه البساريه بتاعتنا هصورها لهم يا يوسف. وكان الغدا بتاعنا السهل والبسيط، واتمنى منكم ان انتم تحطوا اللايك والاشتراك يا احلى اخوات في الدنيا، وتكبروا القناه بتاعتي، وربنا يسعدكم ويسعد قلوبكم يا رب. ومع السلامه، واشوفكم في فيديو جديد.